تعرف إن حركة الفلوس بس ممكن تبقى بتخسّر شركتك من 7% ل33% لو أنت مش مركّز معاها صح؟ إزاي؟ تعالَ نحسبها. تعالَ نقول إن أنت عندك marketing agency في مصر ومعاك عقد retainer مثلًا مع client بيخلّيك ييجي لك revenue منّه $10,000 في الشهر مثلًا. تعالَ أورّيك بقى إزاي إن بغض النظر عن أي OPEX أو operating expenses هتدفعها بعد الgross profit، فحركة الفلوس بس منّك وإليك بتاكل من النت بروفيت. مبدئيا فتح كلام، الموضوع بيختلف حسب انت هتستلم فلوسك ازاي وعلى ايه. يعني تعال نقول مثلا انك هتستلم على منصه زي بايونير وبعدين هتسحب منها على بنك. ممكن تلاقي نفسك في بايونير بيتسحب منك على $10,000 اللي جايه لك دي 1%، فيتسحب منك $100. ولما تيجي تسحب بعد كده من بايونير على البنك بتاعك فالبنك يحاسبك على $30، فتلاقي نفسك دافع استلام بس $130. وممكن لو واير مباشر تتكلف $40. اما بقى لو العميل دفع سترايب وهتسحب سترايب تلاقي نفسك هتدفع 2.9% بلس 30 سنت، فقول يا سيدي هتدفع لحد $290. طيب سحبت، القصه خلصت؟ الحقيقه لسه. تعال نقول انك في شركتك عندك موظف واحد ومحتاج تبعت له فلوس دولي. عشان تشترك في منصه بايرول هتدفع على الاقل شهريا مثلا $50. وعشان تعمل حواله للموظف ده دوليا هنقول هتشيل افريج كام يعني عشان تحول له مثلا $13 كمان، فهتلاقي ان الموظف ده في الحاله دي هيقف عليك ب $63 شهريا من ال $10,000 الريفينيو اللي داخلين لك. يعني واخد في الحركه دي بتاعت البايرول 0.63% من العوايد اللي بترجع لك. ده غير بقى ان قيمه ال $10,000 نفسها فيها كلام. يعني النهارده الدولار بكام؟ ب 47.6، والبنك على افضل الافتراضات هيديهولك بكام؟ 47. يعني بنتكلم في 6 قروش فرق. فبالمنظر ده هتلاقي ان فرق قيمه الدولارات الحقيقيه عن فرق ما هتاخدها في ايدك 6000 جنيه، اللي هو $126 من ال $10,000. يعني واخد منك 1.26%. وعشان تصدر كروت للموظفين عندك قول يا سيدي هتحتاج تدفع 2% كمان عليهم. فتعال نحسب بقى مجموع النسب على حركة الفلوس بس. استلام فلوس ممكن يوصل ل 2.9%، تحويل فلوس بايرول ممكن يوصل ل 0.63%، سعر صرف دولار ممكن يوصل ل 1.26%، وكروت توصل ل 2%. يعني بنتكلم في 6.79%، قول 7%، واوقات كمان مع الورست كيس بتوصل ل 33%. طاروا كده في ولا حاجه ولا حاجه. هو كان ممكن نوفرهم طبعا بديو ديليجنس بربع جنيه. اكتشفت ان ان سيف لسه طالعه بفيتشر البيزنس اكاونت. حسابك دلوقتي بقى ممكن يكون باسم شركتك، تستلم فلوس من عملاء او تدفع لسبلايرز رسميا بهويه شركتك. وده في حد ذاته يديك كريديبيليتي في السوق، انك ما تروحش تتفق مع شركه وتبيع لها وبعدين البيعه تقف لما العميل يلاقي ان التحويل هيتم على اسم انديفيديوال ولا كانها عمليه فريلانسنج. فاول ميزه فلوسك كشركه مش هتقف عشان شكلك، وهتستقبل على الحساب ده بقى بكل الطرق ACH او واير او FPS او سويفت بزيرو تكلفه. يعني بنتكلم ان فتح كلام رسوم الاستلام اللي قلنا بتتراوح من 1.3% ل 2.9% حسب الطريقه اللي بتستلم بيها بقت معاك وفضلت معاك واحتفظت بيها وحوشتها. ده غير ان موظفينك بقى لو على ان سيف كمان هتقدر تحول لهم بايرول على طول ووقتي وبعملات مختلفه وببلاش من غير اشتراك ولا تمن حواله. يعني بنتكلم في 0.63% كمان وفرتها. طب ولو عايز كروت جاهزه فيرتشوال تدفع بيها وموظفينك يدفعوا بيها من غير ال 2% الزياده على مصاريفك، وحتى الريتس في تحويل الدولار هتكون بتاخد احسن ريتس. فمستني ايه؟ اعمل حساب بيزنس على ان سيف عشان تضرب عصفورين بحجر واحد، تصدر خدمه او منتج وتستلم بالدولار وفي نفس الوقت تعلي النت بروفيت لما تقلل تكاليف حركه فلوسك. انت بقى بعد ما عرفت ان حركه الفلوس لوحدها بتخسر، بتخسر كام شهريا في البيزنس بتاعك بسبب حركه الفلوس بس؟ شاركني في الكومنتات، ولايك وشير وفولو لو عجبتك الحلقه دي. باي.